صباح الفل يا حبوبات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. سامحوني لو وشي تحسوه مبلول شويه، بس للاسف انا قاعده بصور لكم من غير مروحه، فيعني لو طولت في الفيديو شويه هفطس. ادخل في الفيديو على طول. زي ما شفتوا كده من العنوان، النهارده هوريكم الاساسيات اللي لازم تكون معاكم في الجامعه، كلبس مريح، كحاجات لطيفه ان انتوا تبقوا مش متضايقين وانتوا بره البيت. لايك سريع على الفيديو، كومنت صغنون، واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي، وبس كده يلا بينا على الفيديو. اول حاجه احنا هنبتدي من فوق لتحت علشان نمشي بالترتيب، ما نبقاش ماشيين كده ايه بنخبط في بعضينا. اول حاجه نخش عليها وهي الحجاب لو انت محجبه لازم في الجو الصيف اللي احنا فيه ده لازم الطرح تكون طريه وقطن. بلاش الطرح اللي هي بتبقى اي خامه تانية غير القطن، عشان في خامات كتيره قوي موجوده وانا الصراحه بتلخبط فيهم. فخليكي لابسه حاجات قطن، يعني اللي مثلا اللي انا لابساها دي قطن طريه جدا. قاعده بصور من غير مروحه بس حاسه ان انا متقبلاها. انما لو لبستي انواع تانية ممكن او اغلب الوقت مش هتبقي مرتاحه خالص وهتبقي حاسه ان في حاجه لفه على رقبتك اللي هي هتخنقك هتموتك. قد ما تقدري الطرح تكون طريه وتكون خامتها طريه خالص وقطن. كذلك البندانات برضو حافظي عليها ان هي تكون طريه وتكون مفتوحه من ورا. بلاش البندانات اللي هي بتكون مقفوله، علشان شعرك لما بيتكتم وقت طويل ده غلط جدا في الصيف. مع الوقت بيسبب مشاكل كتيره وتبقي مش عارفه شعرك بيتساقط ليه، شعرك متقصف ليه وبايظ وبيقع كتير. كتمة البندانة يا بنات عايزة اقول لكم ان هي بتدمر حرفيا الشعر، فخلي بالكم. جيبوا بندانة مفتوحة من ورا، يا تجيبوا بندانة اللي هي بتبقى مخرمة وفيها حتة زي شاش كده. النقطة دي ركزوا عليها قوي. ننزل على اللي بعديه، الشميزات او الحاجات اللي بتتلبس زي البلوزات كده او الكارديجان او شميزات كارديجان، اي حاجة انتي بتفضليها. حافظي ان انتي يكون الالوان اغلبها فاتحة، عشان برضو احنا لسه في الجو حر. فحافظي على الالوان تكون فاتحه على قد ما تقدري، تكون الوانها حلوه ما تكونش ملفته، عشان انتي مش رايحه فرح العمده ده، انتي رايحه الكليه، فلازم الالوان تكون هاديه وتكون مريحه للعين. كمان ابعدي عن الالوان الغامقه، علشان الالوان الغامقه بتمتص الشمس وانتي هتبقي مش مستحمله نفسك، مش هتفهمي حاجه من اللي انتي بتحضريها. يومك هيكون صعب قوي. اسالوني انا بنسى وبنزل ساعات بالوان غامقه عشان بحب الغوامق. بكره اليوم اللي اتولدت فيه حرفيا، فبعدي خالص عن الالوان الغامقه. كمان حافظي ان الشميزات تكون واسعه وتكون مريحه. بلاش الشميزات اللي هي بتكون ضيقه. انا هعرض لكم حاجات وانا بتكلم كده قدامكم على الشاشه. اللبس الضيق والحاجات دي بتكون مش افضل حاجه، فبلاش نبعد خالص عن الحاجات الضيقه علشان نكون مرتاحين طول اليوم ويكون شكلنا حلو وبنوتات زي القمر. قطعة بقى أساسية لازم تكون موجودة عندك في الدولاب كمحجبة وكبنوتة بتنزلي كتير للجامعة، وهي الحاجات اللي هي بتبقى الكمالة بمعنى ان انا هوريها لكم على الشاشة دلوقتي. اللي هي مثلا لو انتي لابسة حاجة مثلا تيشيرت واسع كده ومحتاجة حاجة بس تداري الرقبة بتاعتك، مش شرط تلبسي بوردي كارينا بقم مقمط على الجسم. بلاش، انا عارفة الموضوع ده بقى صعب جدا ومفيش حد فينا بيستحمله. لا، هاتي اللي هو الكمالة البادي القط اللي هو النص بس، بيبقى باستك كده من تحت الصدر ومن هنا بيبقى بس الرقبه هي اللي باينه. عايزه اقول لكم ان ده اختراع بجد. هاتي منه الالوان الاساسيه اللي هو الاسود والابيض، هتحتاجيهم كتير جدا وهتدعي لي. برضو ممكن تجيبي تيشرتات بيزك على اساس انت لو لابسه شميز زي اللي انا لابساه ده وحابه تفتحي الزراير بتاعته، هو على فكره شميز طويل لحد الركب، ممكن تسيبيه مفتوح وتلبسي من تحتيه التيشيرت بيزك قطن كده يكون مريح برضو ولونه حلو، ان انت تعملي ستايلات بيه ما تبقيش حاسه بملل وكده. النقطه اللي بعدها على طول وهي البناطيل، او لو انت بتلبسي جيبات هنمسك حاجه. اول حاجه البناطيل بلاش الجنسات، ابعدي عن الجنسات في الجو الحر ده. وبعدين البنوتات اللي في الجامعه طبعا معروف ان انتوا بتقعدوا وقت طويل بره البيت، فالجنسات بتكون مش اريح حاجه خالص. وبتبقوا محتاجين حاجات طريه على جسمكم وحاجات مريحه ان انتوا تعرفوا تتحركوا بسهوله. لو قعدتوا في مكان وقت طويل ما تبقوش حاسين ان انتوا مخنوقين ومقيدين بحاجه. في بناطيل طالعه جدا حلوه جدا في الصيف، اللي هي الكتان وقماشات حلوه قوي. مش عارفه هي كتان ولا اسمها ايه، بس هي خاماتها طريه كده. انا جبت منها كذا حاجه في الصيف، تحفه ونازل منها الوان مبهجه قوي. هاتي منها كذا لون وبدلي فيهم. ممكن برضو تجيبي الوان بيزك زي الاسود زي البيج، الالوان دي حلوه قوي. وطالع برضو من البناطيل الواسعه اللي هي الفضفاضه دي جينز كمان، بس الجينز الطري حلوه قوي ونفسي اجيبها، ولو جبتها هوريها لكم فيديو. برضو هعرض لكم على الشاشه وانا بتكلم كده البناطيل اللي انا اقصد عليها شكلها عامل ازاي. وعايزه اقول لكم سعرها رخيص قوي، فدي حاجه مشجعه ان انت تجيبي منها كذا لون. وخلينا في اللبس الواسع الفضفاض علشان تبقوا حلوين. ندخل على الجيبات. لو انت بتلبسي جيبات
يبقى هاتي برضو جيبات خاماتها تكون كويسه، بلاش الجيبات الجينز، ابعدوا خالص يا بنات عن الجينز. كجواكت، كشميزات، بناطيل، جيب، اي حاجه جينز ابعدوا عنها. ابوس ايديكم في الصيف، لان بجد الموضوع بيكون صعب قوي قوي. انا جربت مثلا مره كنت نازله تحت البيت يعني، والجاكيت الجينز وحشني يعني، حسيت ان انا افتقدته كده فلبسته. عايزه اقول لكم ان انا مستحملتش بجد نفسي، وبقيت ماشيه حاسه ان انا حد خانقني بالرقبتي، مش قادره استحمله. وطبعا استحاله ان انا هقلعه في الشارع، انا طبعا لابسه تحتيه حاجه بس مش هينفع، مش هينفع. فبلاش، وبحذركم جدا جدا من الشميزات الجينز، ابعدوا عنها خالص. اخر حاجه وهي الشوزات اللي في رجلنا، برضو خليكي في الشوزات المريحه، الكونفرس المريح، الشوزات البيضه اللي هي المريحه الحلوه في التعامل وحلوه كمان في المشي. بلاش الحاجات اللي بكعب، بلاش الحاجات اللي بتوجع رجلك وانت عارفه ان هي بتوجع رجلك وهتلبسيها عشان هي بس شكلها حلو. لا بلاش خالص، ابعدي عن الموضوع ده، اعمليها في اي يوم تاني، في اي خروجه تانية. بس بلاش بلاش، بحذرك قوي قوي ان بلاش الحاجات اللي بتوجعك، بلاش الحاجات اللي بكعب. كمان الالوان الملفته في الشوزات بتبقى مش احلى حاجه ومش اشيك حاجه، فخلينا برضو في الحاجات السيمبل. الشوزات البيضة عمليه قوي قوي، وبنلبسها على 500 الف طقم، فتخلي عندك شوز اساسي لونه ابيض هيليق على كل حاجه وهتستهلكيه. وهيجي في فتره كده يعني، بصوا هيسيب لك البيت ويمشي من كتر ما هو اتخنق منك بجد، انا كده. اخر حاجه بقى، ودي برضو كنت مسقطاها، لازم اسقط حاجه مش عارفه ليه، وهي الشنط. البسي شنطه تكون مريحه ليكي، ما تضايقش ظهرك، ما تضايقش كتفك، لان انت ممكن تكوني بتشيلي طبعا ملازم، بتشيلي كشاكيل، بتشيلي نوتس، اي حاجه. طبعا كراكبنا كتير قوي، انا عارفه البنات، فهاتي شنطه تكون مريحه ليكي. شنط الباج اللي هي بتتلبس على الكتفين دي مريحه جدا جدا، خطيره لطيفه، ارشحها لكم بشده، مش قادره اقول لكم بجد هي خطيره ازاي. دي كانت الحاجات اللي لازم تكون موجودة عندك في الدولاب، ولازم تكون أساسية بجد، مش هتستغني عنها طول الصيف وطول الجامعة. وكل سنة وانتم طيبين، مناسبة دخول الجامعة والباك تو سكول، يعني ان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا، وتكونوا مبسوطين وفرحانين وتخلصوها وتبقوا من الناجحين بإذن الله. ما ننساش بقى قبل ما نخرج من الفيديو لايك سريع وكومنت صغنون واشتراك في القناة لو انت لسه مش مشتركة عندي. وبس كده، اشوفكم على ألف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.